أشكال والوان، وبالهدى والنور جالنا شهر القرآن. خليك رايح للجنة أشكال والوان، وبالهدى والنور جالنا شهر القرآن. وحياتنا أصبح لها معنى بالصيام رمضان. يا ست هانم نفسي انام لي شويه، ارجوكي خلي النوم تشوف عليا. يا روح قلبي اصحى وبزيادة نوم، خلاص جه ميعادك ولازم تقوم. وانا اصلي صايم وخليني نايم عشان انسى جوعي واقدر اصوم. يا اخويا بقى اصحى وبزيادة نوم، خلاص جه ميعادك ولازم تقوم. وانا قلت لا خلاص يعني لا، وبالعند فيكي انا مش هقوم كده. مادام كلامي ملوش فايدة حقلق منامك يا حياتي. يا ستي بزيادة عندك، عايز انام بقى يا اخواتي. معلش انا عايزة اقولك على كلمتين كده في الصلاة، وانا بقى مش هسمع لك لا كلام ولا اي ولا. معلش انا عايزة اقولك على كلمتين كده في الصلاة. سخن طيب قوي قد كده، وانا قلت لك مش هسمع لك لا كلام ولا اي ولا عايز اسمع بعد كده. يا حبيبي قوم بس اسمعني، يعني هقوم غصب عني. معلش يا حبيبي ثواني وتعالى نقعد في الصالة. حاضر اتفضلي. يعني خلاص انت صحيت يا حبيبي؟ نعم. انت عايزة تقولي ايه بالظبط؟ انا عايزة اقولك، كنت هقولك قول كده، قول فكرني. نعم افكرك بقى، تصحيني من النوم وانا صايم وتجيبيني اقعد في الصالة عشان تقوليلي. انا عايزة اقولك، كنت هقولك قول فلانة فكرني. عن اذنك انا داخل انام. طب بس استنى. مش مستني. الو الو. ايوه اهلا وسهلا يا نجوى. نعم بتتكلمي جد؟ بقى شوشو راحت لخالتها وسرية باعت شقتها، مش معقول. وسميحة بنت جارتنا امبارح قروا فتحتها كده. طب اسمعي انت بقى، مش زينب اخت حسين افندي امبارح جت قعدت عندي وقالت قال ايه عايزة تخلف. ايوه وحياتك، وولادها سلامتهم 5 كمان عايزة تخلف لسه، والعيشة صعبة وبتكلف. يا ست هانم بزيادة بقى. طيب عن اذنك هبقى اطلبك بعدين. ايه في ايه؟ بقى شوشو راحت لخالتها وسرية باعت شقتها وسميحة بنت جارتنا امبارح قروا فتحتها. مش انا اللي كنت بقول كده؟ ايوه صحيح، سيادتك كنت بتقولي.
مش زينب اخت حسين افندي امبارح جت قعدت عندي وقالت قال ايه عايزه تخلي ولادها بسلامتهم 5 وكمان عايزه تخلف لسه والعيشه صعبه وبتكلف. طيب وانا قلت غير الحقيقه؟ انا معاك، بس اللي انت عملتيه غلط. غلط؟ ايوه غلط، غلط خالص يا ست هانم. طب ليه؟ يا ست هانم ده احنا في رمضان وبدل ما تقعدي تسمعي قرآن تجيبي سيرة الناس وهات يا كلام. طيب ودي تبقى ايه يعني؟ دي تبقى ايه يعني يا ستي وهيبة؟ دي تبقى ايه؟ تبقى نميمة وغيبة ودي حاجة مكروهة وتبقى حرام. حرام؟ ايوه حرام. طب ما انت كمان اسمح لي برضه صيامك مش راح ينفع عشان انت بتسهر طول الليل وتنام وتقوم على المدفع. انا فعلا بسهر طول الليل وبنام وبقوم على المدفع وصيامي كده مريحني وغصب عنك لازم ينفع. غصب عني؟ ايوه عن اذنك انا داخل انام. طب بس استنى شوية عليا اما احكي لك على الموضوع. وانا عايز انام من فضلك علشان ما احسش انا بالجوع. طب بس استنى. نعم. رمضان ما بيقولك شيء لازم تسهر وتنام نهارك كله وتقوم تفطر على حاجات دافية وسخنة وساقعة. رمضان عايزنا نعيشه زي عاداتنا ونقوم بأعمالنا وجميع واجباتنا ووقتنا نقضي في أعمال نافعة. اعمال نافعة؟ لكن انا مبسوط كده مرتاح كده وصيامي كله راح يكون بالشكل ده. اسهر لحد السحور وانام لحد المدفع ومادام حصوم بالطريقه دي عند الصيام هيكون عادي واقوم في وقت الفطور اكل لغايه ما اشبع. تشبع؟ وانا مش معك والدين ما بيقولكش تقضي وقتك كله في البيت نايم. يعني انت عايزاني في بيتي ما نمشي؟ امال هروح فين بس انام وانا صايم؟ لا مؤاخذة اصلك مش فاهمني. مش فاهمك؟ ايوه. طب ليه؟ رمضان عايزنا يا حبيبي نصوم علشان يحس بقسوة الحرمان وساعتها لما نشوف واحد محروم نسعد عينيه بالعطف والإحسان. مظبوط. دلوقتي بس يا روحي فهمتك وثبت لي انك زوجة صالحة ونافعة. طب خش البس لاجل تلحق شغلك. شغلي ده ايه؟ شغلي ده ايه؟ ده احنا النهارده الجمعة.